ازيكم عاملين ايه؟ ايه رأيك بعد الفيديو ده هتقدر تعمل فيديوهات كرتون كاملة زي الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي مجانا 100%؟ أنا اسمي ماريو وأنا مش مبسوط النهاردة. يا ريت اليوم يعدي على خير. يا ماريو، شنطتك شبه طلاب كي جي 1. شوف شوف، ليه بيعملوا كده؟ أنا ما زعلتش حد. هقول لماما ولا لأ؟ يمكن تزعل. مالك يا ماريو؟ وشك مش مريح. يا ماما، زمايلي بيتريقوا عليا وأنا مش فاهم ليه. يا حبيبي، التنمر ده ضعف منهم مش منك. طول ما انت محترم وطيب ولا تلتفت لكلام حد. أنا هفضل قوي ومش هسمح لحد يقلل مني. أو تعمل فيلم بأشخاص حقيقيين زي اللي هتشوفه دلوقتي، وكل ده مجانا من نفس الأكاونت. كل الأفلام اللي انت هتشوفها النهاردة من نفس الأكاونت، يعني هتقدر تعمل أفلام بلا حدود. لو عايز تبدأ صح، روح على قناة سيد أحمد سيكا واعمل سبسكرايب. هتغير حياتك زي ما غيرت حياتي. أنا بدأت أعلم زمايلي أساسيات الذكاء الاصطناعي بعد ما اتعلمتها من قناة سيد أحمد سيكا. بصوا يا جماعة، أنا زيكم بدأت من الصفر واتعلمت من قناة سيد أحمد سيكا على اليوتيوب. الراجل ده هيفتح لكم الباب اللي أنا دخلت منه. تصدق إنك النهاردة كولت لاين تقدر تعمل شخصية كرتون ثابتة نفس الملامح من أول مشهد لآخر مشهد؟ ده زمن غير طبيعي. ايه يعني ذكاء اصطناعي؟ ده اللي هيسمح لك تعمل فيلم كرتون كامل بشخصيه ثابته، وكمان افلام باشخاص حقيقيه مجانا وبلا حدود. ركز للنهايه واشترك في قناه سيد احمد سكه. بدايه حلمي كانت هنا، وفي يوم شفت فيديو على قناه سيد احمد سيكا غير حياتي. لو نفسك تتعلم اي ابدا دلوقتي، وابدا من نفس المكان اللي بدات منه، قناه سيد احمد سيكا. اشتركوا وهتفهموا كل حاجه خطوه بخطوه. أول حاجة هنخش على شات جي بي تي، فعاوزك تركز معايا أوي، لأن اللي هي المطالبة هي أهم حاجة في الحوار كله، لأن المطالبة دي اللي هتخلينا تثبت لنا الشخصية في كل المشاهد. هي المطالبة طويلة شوية، بس ركز معايا وأنت بتكتبها، وهسيبها لكم في صندوق الوصف برضك عشان لو عايز تاخدها كوبي ويتعدل عليها. كتبت له إيه؟ اكتب مطالبات من 10 مشاهد لتوليد فيديو متصل من VO3.1 عن طفل اسمه سيد أحمد سيكا. يبدأ الفيديو بتعريف الطفل بنفسه أمام الأهرامات، ثم يدخل في حالة دهشة من روعة الحضارة، وينتقل بين المعالم السياحية في مصر. كل مطالبة مشهد عبارة عن وصف دقيق جدا لملامح وملابس الشخصية. دي أهم حاجة، لأن عاوزين الشخصية تكون ثابتة معانا في كل المشاهد، حتى تكون ثابتة في كل المشاهد. التذكير في كل مشهد بإن الأسلوب هو كرتون ثلاثي الأبعاد بيكسار. يعني إحنا دلوقتي هنعمله كرتون، أنت عاوز تعمله بأي حاجة تانية أنت تقدر برضك تعمله، فشوف أنت الفكرة اللي أنت عاوزها. التذكير إن الحوار باللهجة العامية المصرية. أنت عاوز أي لهجة تانية تقدر تكتبها، فإحنا نخليها باللهجة العامية المصرية. لابد من ذكر كل ذلك في كل مشهد بالنص دون تغيير، لضمان خروج المشهد متماسك قدر الإمكان، عشان يخلي لنا شخصية ثابتة في كل المشاهد، عشان يبقى المشاهد متصلة ببعضيها. فهو بدأ يعمل لي أهو وصف دقيق، بدأ يعمل لي المشهد كرتوني ثلاثي الأبعاد بيكسر. طفل اسمه سيد أحمد سيكا، عمره حوالي 8 سنين، بشرته قمحية، شعره أسود ناعم قصير، عيونه واسعة سودا، خدوده منفوخة شوية، ملامحه نظيفة وبتضحك، لابس تيشيرت أصفر سادة وبنطلون جينز أزرق وجزمة رياضية بيضة. ونفس الوصف لازم يفضل ثابت في كل المشاهد. ومن هنا بتبدأ بقى إيه اللي هو المشهد الأولاني: سيد واقف قدام الأهرامات في الجيزة، وهو بيعرف نفسه باللهجة المصرية العامية: أنا اسمي سيد أحمد سيجا، وجيت النهاردة أزور أعظم حضارة في الدنيا. المشهد الأولاني هتبص نفس الوصف، وصفه أهو، مشهد كرتوني ثلاثي الأبعاد، نفس الكلام، نفس الوصف. وهيجي بقى إيه اللي بتختلف في المشهد التاني، هي من أول سيد زي ما بدأ فوق من أول سيد، هنا بيبتدي من أول سيد. سيد بيقرب من هرم ويفتح عينيه، فهنا بدأ يعمل لي ال10 مشاهد.
فنبدأ نخش على الموقع اللي احنا هنستخدمه النهاردة. تمام. عشان تسجل فيه هتدوس لوجن. تمام. بيقول لك ان انت تقدر تسجل عن طريق ايميل او الجيميل. انا هسجل عن طريق الجيميل. وبعد ما سجلت عن طريق الجيميل اهم حاجة هتقف على كلمة استوديو. بعد كده فيديو جي ان. بعد كده تنزل تحت شوية عن طريق صورة او في اي او، والاتنين مجانا. احنا هنستخدم في اي او. تمام. ومن تحت هنا بيقول لك تقدر تعمل الفيديو العريض اللي هو اليوتيوب، او اللي هو الشورتس اللي هو الفيديوهات القصيرة. فاحنا نخليه اليوتيوب. تمام. بعد كده لو بصيت هنا بيقول لك ان هو بياخد 0 كريدت. تمام. يعني مجانا 100%. هنخش على شات جي بي تي. هنخش عند اول مشهد. هناخد اول مشهد. نروح على الموقع نحط اول مشهد هنا. لصق. تمام. وندوس كلمة جنريت فيديو. هو في خلال دقيقة أو دقيقة وشوية، يعني أقل من دقيقتين، هيكون عمل لك المشهد الأولاني. زي ما أنت شايف بيمشي بسرعة، يعني مش بياخد وقت. هنا عمل لنا المشهد الأولاني. ندوس أنا عليه كده اسمي عشان سيد يكبر. أحمد سيكا. وندوس على النقط دي وندوس تنزيل. أهم حاجة في الموضوع كله إنك ترقم المشاهد بتاعتك. يعني ده مشهد رقم 1 تدوس رقم 1، بحيث إن أنت بترتب المشاهد بعد كده تكون سهلة عليك. تعال نشوفه مع بعض. أنا اسمي سيد أحمد سيكا، وجيت النهاردة أزور أعظم حضارة في الدنيا. زي ما أنت شايف طلعها بطريقة يعني كويسة ممتازة. هنرجع تاني للشات جي بي تي عشان نرجع ناخد المشهد التاني. هناخد من أول سيد. سيد بيقرب من هرم. تمام. ناخد ده كله نسخ. نرجع تاني للموقع. نمسح من أول سيد، يعني نشوف سيد وبعد كده نمسح من أول سيد. من أول سيد هنا ونمسح كل ده. بعد كده نحط اللي احنا خدناه نسخ. وندوس كلمة جنريت فيديو. وننتظر لغاية ما يعمل لنا الفيديو التاني، المشهد التاني. وكده عملنا المشهد التاني. هندوس عليه بردك. يا نهار أبيض. وندوس على النقط دي وندوس تنزيل ونسميه 2. تعالوا نسمعه مع بعض كده. يا نهار أبيض، ده الهرم كبير قوي. وبكده عملنا المشهد التاني. نرجع بردك للشات جي بي تي من أول سيد واقف. بردك نفس الفكرة، ناخدها نسخ. ونرجع تاني للموقع بتاعنا من أول سيد. هنمسح من أول سيد ونحط بردك ايه المطالبة الجديدة. وننزل تحت وندوس كلمة جنريت. وننتظر لغاية ما يعمل لنا المشهد التالت. وكده بردك عملنا المشهد التالت. هندوس عليه زي كل مرة وندوس يا على النقط دي سلام. وندوس تنزيل ونسميه مشهد 3. تمام. تعالوا نشوفه مع بعض. يا سلام، ده كبير قوي. وإزاي عملوه من آلاف السنين؟ انت كده قدرت اللي انت تعرف طريقة ازاي تعمل المشاهد. فخلونا اعمل بقية المشاهد وارجع لكم تاني. وانت وبتعمل المشاهد لو جاب لك الرسالة دي generate field، هتدوس تاني generate video. هتدوس على كلمة دي yes. بعد كده هترجع تاني تلاقيه بيكمل عادي، مفيش مشكلة، وبيعمل لك المشهد مفيش مشكلة. وبكده قدرت اعمل ال10 مشاهد. هنفتح اي برنامج مونتاج عندك. مثلا انا هفتح مثلا كاب كات، واخد ال10 مشاهد دول كده واحطهم في البرنامج. واخدهم بنفس الترتيب احطهم هنا. تبدأ تعمل زي ما انت شايف المشهد 1 2 3 4 لغاية 10.
وبنفس الفكرة تحطهم هنا بنفس الترتيب، وتظبط الإفكت بتاعك وتظبط المونتاج، وتعالوا نشوف النتيجة مع بعض بعد ما ظبطنا كل حاجة. أنا اسمي سيد أحمد سيكا، وجيت النهاردة أزور أعظم حضارة في الدنيا. يا نهار أبيض، ده الهرم كبير قوي. يا سلام، ده كبير قوي، وإزاي عملوه من آلاف السنين؟ ده المكان ده تحفة، كمية آثار مرعبة. يا خبر، دول حافظين شكل الناس من آلاف السنين. ده السد العالي اللي بيحمي مصر من الفيضانات، حاجة جامدة. المكان ده ساحر بجد، تحس إنك راجع بالزمن. يا نهار أبيض، الناس زمان كانوا عباقرة. يا سلام على النسمة، الإسكندرية دي ليها طعم تاني. رحلتي في مصر خلوتني أعرف قد إيه بلدنا عظيمة. استنوني في مغامرة جديدة. وبكده من موقع واحد وسهل وبسيط قدرت تعمل فيلم كامل، وزي ما انت شايف انا عملت الفيلم كامل كله بنفس الاكونت من غير ما اخرج من الاكونت ومن غير اي حاجة، مجانا 100%. واذا كنت انت كمان عاوز تجرب، جرب دلوقتي بطريقة سهلة ومجانية، وتقدر تعمل الافلام اللي انت عاوزها. وإذا وصلت معايا لغاية هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة لايك وشير، واستنوا الفيديوهات الجاية.